أنا عارفة إنِك خايفة وحاسة بيكِ جدًا، مقدّرة جدًا إن دقات قلبِك بتزيد وبتسرح مع كل إشعار جديد على موبايلِك خبر عاجل. العالم حوالينا بقى صوته عالي ومخيف جدًا، الأحداث بتجري بسرعة رهيبة، وفي كل بيت وكل لمة الكل بيسأل على فين؟ ولادنا دول هيعيشوا إزاي وسط كل ده؟ أنا عارفة الأسئلة دي بتلف في دماغ ملايين الأمهات والآباء كل ثانية، بس تعالي هنا، قرّبي مني واسمعيني، اسمعيني بقلبِك. هاقول لِك على سر، هاقول لِك على روشتة حقيقية هتخلّيكِ من النهارده تحطّي راسِك على المخدة وأنتِ مرتاحة، وتنامي أنتِ وولادِك في منتهى الهدوء والسكينة، حتى لو كان العالم كله بيغلي وبيلف حواليكِ بالأزمات والفتن. صدقيني السكينة دي مش محتاجة خطط معقدة ولا خطة طوارئ ولا حسابات، في كلمة واحدة بس لو عرفتيها هترتاحي، اليقين. يا جماعة إحنا من كتر الضغوط الحياتية وصعوبة الأيام ساعات بننسى، ساعات بنقع في فخ كده اسمه فخ الغفلة. نسينا إحنا يا جماعة إن لينا رب سبحانه وتعالى لا يغفل ولا ينام. نسينا في زحمة الأيام والقلق والتفكير والسياسة والتحليلات إن لينا رب سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي قادر يدبر الأمور من فوق 7 سماوات. مفيش ورقة شجر بتنزل إلا بعلمه، مفيش حد فينا بيقع في أزمة ولا ضيق إلا لما يكون ليه حكمة عند ربنا سبحانه وتعالى، بس إحنا مش شايفين ده دلوقتي. لما بنسمح للخوف إن هو يهز نفوسنا من جوه ويزلزل بيوتنا، خلينا نصرخ قدام ولادنا ونبكي عشان قلقانين من بكرة بدون ما نحس. نسينا إن الأمان الحقيقي عمره ما كان في جيوبنا، عمره ما كان في حساباتنا البنكية، عمره ما كان في مخزون اللي إحنا شايلينه، ولا حتى في قوتنا ولا حتى في ذكائنا البشري. الأمان الحقيقي والوحيد والراحة الأبدية المكتوبة ربنا قال إيه في كتابه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بنحارب ليه بقى؟ الطمأنينة من عند ربنا سبحانه وتعالى. خايفة على أولادك؟ خايفة على مستقبلهم؟ هو مش ربنا اللي رزقك بأولادك؟ يبقى هو الوحيد اللي قادر يحميهم، وهو الوحيد اللي قادر يفتح لهم الأبواب المقفولة لما يكبروا. ليه شايلة الحمل لوحدك؟ ليه تفكيرك هيموتك؟ استودعيهم عند ربنا كل يوم الصبح وهم رايحين المدرسة، استودعيهم عند ربنا وهم نايمين في حضنك. سلمي الأمر كله لله، للي بإيده كل حاجة، للي بإيده ملكوت السماء والأرض. قولي بيقين صادق كده يهز الجبال، بلاش كلام وخلاص. يا رب أنا سلمت أمري ليك وأمر بيتي مستقبل ولادي، فاحفظهم بعينك التي لا تنام. الحروب والأزمات والغلا اللي احنا شايفينه وعايشين فيه كل يوم مش جاية عشان تعجزنا، مش جاية عشان تدمرنا. دي رسائل ربانية واضحة، رسائل ربانية قوية. خلي بينك وبين رب، خلي الدنيا بينك وبين ربك رسائل ربانية. أي حاجة تحصل في حياتك رسائل ربانية، صدقني هتفرق، هتفرق قوي. أنا بقولك على اللي أنا بعمله عشان ما تقوليش بقول كلام شعارات، ده أنا بعمله في حياتي. أي رسالة ربانية جاية لك اعرف إنها هتفوقك، جاية عشان تفوقك، عشان تصحي القلوب اللي تاهت وغرقت في زحمة الدنيا، وتفكرنا نجري ونرجع لربنا سبحانه وتعالى اللي في إيده كل حاجة. ده وقت الرجوع لربنا سبحانه وتعالى بقى يا جماعة، مش وقت الشكوى بقى ونقعد نعمل نواح على السوشيال ميديا بقى ونقعد نندب حظنا. لأ، ارجع لربك من فضلك، في ايدك ركعتين قيام ليل، صلي وادعي وقول له يا رب أنا محتاج لك. الدواء مش إن احنا نتابع الأخبار 24 ساعة. طب الأمان يبدأ منين؟ حافظ دايما على صلاة الفجر، حافظ عليها. حاضر، الله يرضى عنك، الله يرضى عنك. دوموا على أذكار الصباح والمساء، بتشيل بلاوي، مش مجرد كلمات عمالين نكررها. ده درع بيحصن بيتك، بيحصن نفسك، بيحصن ولادك، بيمنع عنكم أي شر، بيمنع عنكم أي طاقة سلبية. الحماية مش بكتر الكلام والشكوى، أمال الحماية تيجي بإيه؟ تيجي بالصدقة. الصدقة بتمنع البلاء، بتداوي المريض، بتمنع عنك موتة السوء. اربطوا قلوبكم وقلوب ولادكم بالصلاة وكلام ربنا. علمي ابنك أو بنتك إن اللي معاه ربنا ما بيخافش من حد في الدنيا، كمان ما بيتهزش قدام أي أزمة أو أي مشكلة يقع فيها. خلي بيتك دايما مسجد، في ذكر، في طمأنينة، في قرآن. بلاش تخلي بيتك طول النهار راديو شغال للأخبار السلبية اللي عمالة تهد النفوس وتجيب لنا المرض. فاتحين طول النهار السوشيال ميديا على الحوادث والأخبار اللي لا تسر عدو ولا حبيب. افتحوا القرآن في بيوتكم، ربنا كريم.
ربنا عمره ما بيسيب حد لجأ له بصدق ودموع أبدا. طمنوا يا جماعة، احنا أولادنا في حماية رب كريم، رب كبير. لو الفيديو ده لمس قلبك وطمنك بنسبة 1%، ما توقفش الأمان عندك. اعمل دلوقتي شير وشاركه مع أي حد حاسس إنه قلقان، حاسس إنه خايف. لو معايا ومستني الفيديوهات اللي جاية، اكتب في التعليقات ربنا هو الأمان، ومكملين سوا باليقين.